اهلا وسهلا فيكم. طبعا انا دعيتكم كصحافي على بيتكم لهون على بيتنا على اساس انه اعلن عن استقالتي من منصب نائب رئيس مجلس الجلسة المحلي. من هاي اللحظة طبعا اعلن عن استقالتي من هذا المنصب. لذلك عدة اسباب. طبعا راح اوسع في الاسباب هاي. احنا استلمنا المجلس قبل سنتين تقريبا. احنا استلمنا المجلس من السلطه السابقه 38 مليون شيكل عجز مالي. في ظرف سنه وصلت ل 53 مليون شيكل عجز مالي. طبعا هاي الشغلات رئيس المجلس بذات نفسه كان يحكيها، مش حدا حكاها عن لسانه. في سنة 2014 طلبنا في المصادقة على ميزانية 28 مليون شيكل ميزانية عادية، و6 مليون شيكل تقريبا ميزانية غير عادية. بفكر انه 28 مليون و6 مليون 34 مليون شيكل ميزانيه كافيه لسنه حتى انه نسد قسم العجز المالي، ونعمل في القسم الثاني اي مشروع اللي المواطن يحس فيه لمصلحه المواطن. مرقت سنه 2014 ما نعملش هناك ولا اي مشروع بنعد فعلا مشروع لسلطه جديده اللي جاي تشتغل. في سنه 2015 في شهر 1 2015 قمنا في المصادقه كمان 2 مليون و600 الف شيكل ميزانية غير عادية. وطلبنا في الفترة الأخيرة كأعضاء مجلس إنه نصادق على ميزانية 2015 28 مليون شيكل. أنا كنائب رئيس مجلس وعضو مجلس صاحب ضمير ومبدأ قمت بالمعارضة على هذه الميزانية. طبعا الميزانية سقطت في الجولة الأولى، كان 6 أعضاء معارضين، وسقطت في الجولة الثانية طبعا إلى أهمية كبرى، وفي الجولة الثالثة الميزانية مرقت. فلذلك احنا وصلنا لهذا الوضع. عدا عن ذلك في 2015 اعطينا ميزانيه خاصه 100,000 شيكل لتوسيع او احنا نحط مكبرات صوت في الحارات البعيده اللي هناك السكان بيسمعوش لما بيكون في نعوه او دعوه في الميكروفونات. قبل حوالي 7-8 أشهر حتى اليوم نعرف شو نعمل في 100,000 شيكل هاي اللي احنا رصدناها خصيصا لقضية المكبرات الصوت. جربت تسأل كنائب رئيس، جربت تسأل وتوضح وين راحت ال 100,000 شيكل؟ طبعا دائما كان هناك مش بس مني انا، من باقي الاعضاء الاسئله هي شو كانت الأجوبة؟ صحيح دائما الاشي مثلا عم بنعالجه. انا بفكر انه نحط 4-5 مكبرات صوت في البلد، مش بحاجه لسنه نحط المكبرات الصوت بعد ما هناك رصدنا لها ميزانيه 100,000 شيكل. طبعا في قسم كبير من البلد شوارع رسمي، وفي مركز البلد بلا اناره عده اشهر كمان رصدنا 100,000 شيكل لتصليح الاناره في البلد. للاسف رصدنا ال 100,000 لحد هسه ما تصلحش ولا اي عمود كهرباء اللي يعطي المواطن على الاقل نتفه ضيفه الليل في حارات بعيده. الضي اللي عمال يخرب في البلد عم بقعد 6-7 اشهر تيتصلح. كهرب جاي ما في المجلس المحلي. كناسي احنا في سنه 2015 كناسي ما في المجلس المحلي. اليوم في العراقيب في النقب في كناسي، في جولس ما في كناسي. سنتين سلطه جديده ما دخلت عليها كناسي. لحظة سيد نزيه، طبعا من الواضح أن المجالس العربية وخاصة العربية الدرزية تعاني من هذه النواقص التي تتكلم عنها. أردت توضيح هام جدا. أنت اليوم أعلنت عن استقالتك كنائب لرئيس مجلس جولس المحلي. ممكن توضح لنا كم عضو يوجد في مجلس جولس، وكم عضو ائتلاف، وكم في المعارضة؟ في مجلس جولس فيه 9 أعضاء، والرئيس طبعا له صوت بيكون 10 أعضاء في التصويت. فيش هناك فيش عندنا في جولس نوع من المعارضة أو ائتلاف. طبعا كل شيء لمصلحة البلد احنا بنكون معه، كل شيء اللي بيصبش في مصلحة البلد احنا بنكون ضده. ما في عندنا هناك معارضة مبينة أو ائتلاف مبين. طبعا مثل ما قلت كل شيء مصلحة البلد الكل احنا بنكون معه. في الميزانية 2015 كان هناك طبعا عدة بنود اللي أنا عرضت عليها، واهم هذه البنود او من اهم هذه البنود كان بند هناك اللي احنا بنسميه تكثيف بارح للطلاب الجامعيين. ما كان موجود. طبعا بعد ما انا عرضت الامور هاي تدخلوه في الميزانيه، ولكن هذا بند من 10-12 بند اللي احنا طلبنا انه يكون عليهم تعديل، وباقي البنود ما تعدلت. هذا الاشي ما بدل وما بيقول احنا لازم نصوت مع الميزانيه، لانه بس هذا البند تعدل. عدا عن ذلك في الميزانية 2015 احنا الاعضاء كنا نعرف حق المعرفة انه هناك بند لمسح
جميع بيوت القرية. طبعا هناك بده يكون قياس لجميع بيوت القرية. هذا الشيء طبعا بيجي بالضرر بصورة جدية جدا على المواطنين من مخالفات. معدل الدخل من المخالفات للمواطنين بعد المسح هذا هو من 6.5 مليون شيكل ل 8 مليون شيكل. أنا بقول إذا سلطة محلية بتفوت في عجز مالي مش لازم تأخذ وتسد العجز من المواطنين، واجب على السلطة إنها تجيب ميزانيات وتسد العجز تبعها. حتى في الميزانيات تبعت 2014 و15 تجرب إنها تسد قسم من العجز تبعها. المواطن ما لازم يتحمل عيوب السلطة المحلية. طبعا أنا انتخبت قبل سنتين بصورة ديمقراطية نائب رئيس، واليوم أعلنت عن استقالتي من هذا المنصب. كل شغلة اللي جربت أقدمها في المجلس كنائب رئيس كان هناك معارضة من رئيس المجلس، كان يحط لي العراقيل بصورة واضحة جدا. ما كانش يفسح لي المجال، يعطيني المجال أن أقوم وأعمل مشاريع اللي أنا كنائب ممكن طبعا أقوم في عملها من أجل مصلحة المواطن. جربت توضح مع رئيس المجلس شو اللي وصلوا لهذا الوضع، انه دائما يعارض، دائما انت تجرب تقدم ويوقف في وجهك؟ عندك طبعا الناس اجناس، في عندك رؤساء اللي بتشاور اعضاء المجلس، في عندك رؤساء اللي بتشاور المواطنين، وفي عندك رؤساء اللي بقول لك انا وبس، انا لا بيشاور نائب ولا بيشاور عضو. الاشي مع نزيه نبواني ولا مع كل الاعضاء؟ انا طبعا الاشي هذا احنا لمسناه كاعضاء مجلس بصوره اجماليه، ما كان هناك مشاركه الا تعالوا على الجلسه وروحوا من الجلسه. هذا الاشي طبعا احنا في دوله ديمقراطيه من حق عضو المجلس انه يعرف شو بيصير في المجلس. عندي اخرى سؤال، انت قلت انه في الميزانيه 2015 اول جولتين 6 اعضاء صوتوا ضد، صح؟ صحيح. ليه في الجوله الثالثه والاخيره اللي هي كانت ممكن توصل، ليه غيروا رايهم وصوتوا مع الميزانيه؟ السؤال في محله. انا بقترح عليك تسال الاعضاء نفسهم اللي قاموا بالتصويت مع الميزانيه الثالثه بعد ما انه ما صوتوش عليها اول مرتين، وما كانش هناك نوع من التغيير جذري في البنود حتى انه نقوم نصوت عليها. هذا السؤال طبعا سيد نزيه ممكن طبعا نتوجه للاعضاء. يعني سيد نزيه، استقالتك شيء مهم جدا ونحن بسبب ذلك جئنا إليك إلى البيت، ولكن السؤال الأهم، هل استقالتك ستؤدي إلى حل مجلس جولس المحلي؟ طبعا انا ما قدمت استقالتي لانه بدنا نحل المجلس او غير نحل المجلس، مش هذا الهدف. الهدف هون انه انا كمرشح، انا كنت مرشح لرئاسه جولس لمجلس جولس على مدار سنتين. شهر قبل الانتخابات ائتلفت مع سلمان عامر حتى انه سلمان عامر نجح ووصل لمنصب رئيس مجلس. ومن اللحظه اللي فات فيها سلمان عامر على المجلس بلش يحط عراقيل لنزيه نبواني اللي تنازل لسلمان عامر وائتلف معه حتى انه نجح في هذه الدوره ووصل لكرسي رئيس المجلس. طبعا انا تحملت الامور هاي لمده سنتين. حان الاوان، بلغ السيل الزبا، لا يمكن لنزيه نبواني ان يستمر في هذا الوضع. كنائب رئيس المجلس دائما يقوم بوضع العراقيل امامه ولا يعطيه مجال ليقوم في مهامه كنائب رئيس. فلذلك هذا اللي انا توصلت له. نزيه نبواني معروف في جولس انسان اللي اشتغل سنين طويله لمصلحه البلد بصوره عامه، وخاصه لمصلحه الطلاب الجامعيين واكثر من ذلك. سأستمر في عملي كعضو مجلس، أنا مستقيل من نائب رئيس، سأستمر في عملي كعضو مجلس فعال في المجلس المحلي. وأنا أقول رغم استقالتي كل شيء يصب في مصلحة جولس. طبعا نزيه نبواني سيكون الأول ليصوت مع الاقتراح، وكل شيء اللي بيضر في مصلحة جولس نزيه نبواني راح يكون الأول يرفع يديه الثنتين ضد. أنا صاحب كما قلت لكم انه مصلحة جولس هي ما تهمني في الاول وفي الاخر. كرسي نائب رئيس المجلس ومكتب نائب رئيس المجلس لا يهمني، لا الوظيفة ولا المكتب ما يهمني كرامة اهل بلدي، كرامة الناخب، كرامة المواطن. وانا اكرر ان الميزانية 2015 اللي مرقت اسا في الفترة الاخيرة في المرحلة الثالثة فيها هناك مسح لجميع بيوت أهل جولس، وهناك راح يكون غرامات مالية ومخالفات ولجان شغلات من الزي. السؤال الأخير لك، هل تشغل منصب نائب رئيس مع معاش؟
أنا طبعا أعمل بصورة تطوعية كنائب رئيس. ما كانش عندي ولا في الفترة هاي ولا أي معاش، ما طلبتش كمان في معاش. أنا أشتغل بصورة تطوعية وسأستمر في عملي. طبعا أنا عدا عن شغلي في المجلس كنائب حتى اللحظة هاي، ومن بعدها كعضو مجلس أنا متطوع في عدة جمعيات خيرية وعدة جمعيات للشباب المعاقين. أنا وقتي ملان، ما عندي وقت للقيل والقال في المجلس المحلي جوليس. وأنا أقول كلمة للمنافقين من حول المجلس المحلي وما أسميهم قسم طبعا منهم أنا أسميهم بالمرتزقة. كفى لكم ببث الدعايات والشائعات، كفى لكم عن المجلس المحلي. خلي المجلس المحلي يشتغل بصورة سليمة، خلي ميزانية المجلس تروح لوين لازم توصل، خلي الميزانية طبعا تروح للمواطن وللولد وللشاب وللمرأة وللصبي ولسلك التعليم، وابعدوا عن القضايا تبعت الميزانية. نقطة ثالثة، طبعا كان هناك مناقصة في المدة الأخيرة للمدرسة الشاملة لمدير المدرسة. كان في جولس 9 مرشحين اللي قدموا في مرتين في مناقصتين على إدارة المدرسة الشاملة. كان هناك طبعا نوع من التعويق اللي ما انفسح المجال لأحد من هذول المرشحين إنه يوصل لمنصب مدير المدرسة. طبعا أنا بشوف الإشي هذا طبعا إشي كان عمدا، يعني إنه ما ينتخبوا حدا منهم عمدا حتى إنه يتسنى نجيب مدير مدرسة من خارج جولس لم نعرفه سابقا، لم نعرف تاريخه، كان مديرا لن يكن مديرا. طبعا الشغلات هاي أدت في الدكتور يوسف أبو حسن مدير المدرسة الشاملة لمدة 20 سنة بالاستقالة من منصبه من أجل هذه أو لأجل هذه الملاحقات. جولس في موجودة في شكل الفوضى، ما حدا عارف شو عمال يصير من ضد مين. اليوم لما رئيس مجلس الشعب بينتخبه لازم يكون الثقة بينه وبين الشعب. أنا في رأيي الشخصي كنزين أبواني إذا ما انتخبش ولا أي شخص من ال9 مرشحين هناك، معناها رئيس المجلس ما له ثقة في أهل بلده بصورة إجمالية. هذا رأيي الخاص أنا. فلذلك أنا أشكركم على مجيئكم لهنا. أتمنى النجاح لجولس، أتمنى النجاح للسلطة المحلية بشكل عام. أنا طبعا استقلت لأنه لا يمكن لي أن أستمر، فلذلك استقالتي جاءت بهذا الشكل. شكرا، وإن شاء الله بالتوفيق لأهل جولس. سأبقى كما كنت وسأكون كما كنت إلى أهل جولس. سؤال لابد منه، يعني جولس تعتبر العاصمة الروحية للطائفة الدرزية في إسرائيل. ما موقف القيادة الدينية من الوضع الذي وصفته؟ طبعا أنا بحكي معك من منطلق سياسي كنائب رئيس حتى اللحظة هاي، كعضو مجلس، كمنتخب جمهور. لا أتدخل في الشؤون الدينية، ولكن أنا متأكد أن هناك في مواقف لرجال الدين لا الديني كسكان أهل جولس، كمرجع الديني، كمرجع طائفي في جولس. الشيخ أمين الله يرحمه طبعا موجود في هاي البلد. في هناك من السياح، في هناك من السياسيين والاجتماعيين بزور القرية. لو أنا كنت رئيس مجلس ما خليت البلد توصل وضع من هالزي، كالناس ما تدخل عليها. بخجل أنا كنزين أبواني، أخجل عندما أخرج إلى شوارع جولس وأرى الأوساخ متكومة وبشكل مخيف جدا على جناب الشوارع. هذا الاشي يزيدني خجلا. لما بخرج في الليل وبشوف الإنارة طافية، هذا طبعا بخجلني كثير. احنا ما توقعناش من سلطة جديدة اللي اجت على منى انه تغير السلطة اللي كانت قبل، تقوم في نهج آخر. للأسف هذا الاشي ما كان، وكلمة لابد منها. طبعا هناك في عدة مشاريع. سيد نزيه، يعني أنت سياسي مخضرم وتتهرب من الأسئلة. سؤالي كان واضح، هل كان للهيئة الدينية موقف واضح من الوضع في جولس، نعم أو لا؟ سؤالك أنا طبعا كنت أقول لك أنه توجه فعلا لأصحابين شأن. أنا بعرف المواقف بصراحة جدا أعرفها، لكن لا أريد أن أتكلم عنها في هذه المقابلة. واضحة لي جدا. كان هناك
لقاءات لي مع طبعا مع جميع اهل البلد كمنتخب، اسمع وجهة نظر جوليس ككل، من مشايخ، من سياسيين، من علمانيين، من شباب. هناك استياء عارم من تصرفات السلطة المحلية الحالية على جميع المجالات. فلذلك الوضع اللي احنا وصلنا له وضع مزري جدا. لابد من كلمة اللي أنا أريد أن أقولها. هناك طبعا احنا عم نتمم مشروعين أو ثلاثة اللي الأخ أبو ربيع سلمان هينو في جولته السابقة بلش فيهم، ولكن ما تسنى له وما سحل له مع الوقت إنه طبعا يدشنهم. فلذلك كلمة تقدير للسلطة اللي كانت قبلنا على المشاريع هاي، منها توسيع مأتم للنساء في حالة أجر، منها إقامة الأوديتوريوم، ومنها مخطط لشارع 28 اللي بوصل البلد من الناحية الشمالية للناحية الجنوبية من المدخلين. حتى قسائم بناء للأزواج الشابة. مؤسف جدا، يؤسفني جدا أن أسمع إنه شاب من جوليس اتجوز وطلع سكن في كرمائيل أو طلع سكن في حيفا أو طلع سكن في نيفي شعنان، لا يوجد هناك قسائم لأزواج شابة. أنا أسألك يا حضرة رئيس المجلس، سنتين بعد انتخاب السلطة المحلية بصورة كبيرة جدا، انتخبت على قبل 6 أعضاء، نزين باني ائتلف معك ونجحت. سنتين مش قادر تجيب قسائم بناء للأزواج الشابة، ولا شباب جوليس عم تتجوز، عم تطلع تسكن بريت البلد، عم تطلع تسكن في كرمائيل وفي نهرية وفي معلوط وفي حيفا. ليه تنوصل هذا الوضع؟ ليه احنا تنوصل هذا الوضع؟ هل عشان هيك نزين باني ائتلف معك؟ هل علشان هيك أخذت ثقة جوليس بصورة تامة تتوصلنا لهذا الوضع؟ تيكون هناك نوع من شباب جوليس، من خيرة شباب جوليس المتعلمين والمتثقفين، أن يخرجوا ليسكنوا بريد جوليس. هل هذا الوضع اللي احنا توقعناه يا أستاذ سلمان؟ فلذلك يؤسفني جدا الوضع اللي احنا وصلنا له. سأكون مع الائتلاف في مصلحة جوليس، وسأعارض في إيدي الثنتين ب10 أصابع كل إشي اللي هو ضد مصلحة جوليس. نزين بواني كما قلت سابقا، سأبقى كما كنت وسأكون كما أنا الآن. لا أحد يخيفني ولا أحد يهددني. هناك نوع من الهمجية في القرية، هناك نوع من الفوضى. أنا أقول لهؤلاء الأناس، لا أريد أن أسميهم في أسماء ثانية، أنا أعطيهم احترامهم ولكن لا أحترم ما يعملونه. فلذلك اليوم في قانون، في سلطة قانون اللي بده يوسع في الكلام يفسخ في الحكي، في قانون وفي طبعا سجن للأمور هاي. فلذلك احنا في دولة ديمقراطية وغير دولة ديمقراطية، واللي بده في دولة ديمقراطية وغير دولة ديكتاتورية. اللي بده ديكتاتورية يطلع من بلد جوليس. جوليس بده يكون فيها ديمقراطية. اللي مش عاجبه الديمقراطية هون يحمل بضاعته ويطلع من جوليس، يرجع منين اجا. شكرا. أضيف على ذلك، اليوم تلقيت دعوة لإخفاض سجان روشة مواتسا مالنا زينة باني، دعوة لاجتماع يوم الثلاثاء اللي قادم علينا بعد يومين. أحد البنود هون يعني لا يكفي اللي انعمل في الجلسة الأخيرة 2015 مسح للبيوت في ضرائب بقيمة 6-7 مليون شيكل. بدنا نرفع الأرنونة بعد في جوليس في قيمة تقريبا 1.75% للمتر المربع أرنونة، ناقص هم لأهل جوليس. على إيش إحنا بدنا نرفع الأرنونة في المجلس المحلي جوليس؟ على إيش يا حضرة رئيس المجلس؟ على إيش بدك ترفع الأرنونة هون؟ على النظافة في البلد، على الضي، على التئورات، على الشغلات الحيوية في جوليس. اللي بده يرفع أرنونة بدها تكون البلد نظيفة، بدها تكون البلد أخذت واجبها، بدها تكون المواطنين أخذت حقوقها. أنا أعارض وأطالب وأطلب من جميع أعضاء المجلس المحلي يوم الثلاثاء أن يصوتوا ضد هذا البند اللي هو رفع سعر الأرنونة للمتر المربع. أخجل في مثل هذه البنود. شكرا.